جميله وانا بحمل الفيديو، او يعني وانا بمنتج لسه في الفيديو، كنت عايزه حاجه كده تحمسكم او تعيشكم كده في جو الخميس اكتر واكتر، فلقيت الاغنيه دي فيعني حسيت ان هي هتبقى حلوه قوي ان انا احطها لكم كده في المقدمه. على فكره لو عندك الاغنيه دي او حتى لو مش عندك انت ممكن تحمليها وتنزليها على تليفونك، ويوم الخميس لما تعملي الحاجات يعني اللي انا هقولك عليها دلوقتي وانت بتعمليها، او يعني وانت بتطبخي كده، تبقي مشغل الاغنيه دي في الشقه. لو عندك مثلا صب او حتى على التليفون يا ست، بس لو عندك صب عشان صوتها يبقى عالي كده وعامله بقى بهجه وفرح كده في البيت، تشغل الاغنيه دي حواليكي كده وانت بتعملي الاكل، هتحسي فعلا ان يوم الخميس ده والله كانه يوم عيد. يعني هتعمل لك جو كده مع الحاجات بقى اللي هنعملها دلوقتي، هتحسي ان يوم الخميس ده مختلف خالص. وان كان يوم الخميس ده عندك يعني يوم عادي زي بقيه الايام، فلا، من بعد الفيديو ده ان شاء الله يبقى يوم الخميس ده مش هيعدي عليكي كده كانه يوم عادي. بصي، احنا زمان كان يوم الخميس ده بالنسبه لنا مش زي اي يوم في الاسبوع. يعني مثلا في اول الاسبوع او يعني طول الاسبوع ما كناش بنطبخ. زمان كانت عادة الناس كده، يعني ما بيطبخوش طول الاسبوع. زمان يعني الناس كانت ظروفها على قدها شويه. سيبكم من صوت الوز اللي شغال جنبي ده. زمان كان ظروف الناس على قدها شويه، ما كانش زي دلوقتي، يعني بصرف النظر عن الفتره اللي احنا فيها يعني دلوقتي دي. بس زمان الناس كانت ظروفها يعني على القد، يعني فما كانوش يطبخوا مثلا غير يوم واحد في الاسبوع، او يعني اللي مبسوطين قوي يعني يعملوا يوم مثلا لحمه ويوم سمك. ده كان يعني الناس الاغنياء. لكن كان اغلب الناس بيطبخوا يوم الخميس، هو يوم واحد بس في الاسبوع. فكانوا عشان يعني يطبخوا اليوم الواحد في الاسبوع ده، فكانوا بيختاروا ان اليوم ده يبقى يوم الخميس. كان اغلب الناس بتعمل كده. دي كانت عادة الناس زمان. يعني عارفة لو الناس ماشية في الشارع بتشحت كده، يوم الخميس برضو مش هيعدي من غير ما هيطبخوا، هيستلفوا عشان يطبخوا. والله العظيم بجد كانت زمان دي عادة الناس قوي يعني. وطبعا من اولهم احنا، يعني احنا بيتنا احنا وامي يعني وكل خالاتي وكده، ما كانش ينفع يوم الخميس ده يعدي كده من غير ما نطبخ فيه. هنطبخ بقى اي حاجه، مثلا محشي. يعني دي اكتر الاكلات اللي كنا بنعملها يوم الخميس، اللي هو يعني احسن اكله بالنسبه لنا كلنا كان هو المحشي. فالمهم يعني يوم الخميس كان ليه احساس عندنا كده حلو قوي، يعني اللي هو يوم فعلا فيه حاجات يعني بتميزه كتير عن اي يوم تاني. كنا بنطبخ، يعني تصحى بقى مثلا امي بدري او اي حد من خالاتي يعني تصحى بدري، تروح تجيب مثلا الفراخ اللي هتطبخها او الحاجه اللي هتعملها، وتجيب الخضار وتجيب كل حاجه، ويطبخوا بدري قوي من الصبح بدري، يبداوا يجهزوا في الحاجات. وعلى مثلا الساعه 1 أو 2 كده، يعني العصر بالكتير، بيكونوا خلاص عاملين الغدا ويقعدوا بقى يتغدوا. ده يعني اكيد انتي حاسه ان هو يوم حلو، لان هما مش بيطبخوا يعني اللي هو يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الخميس. فيعني الناس هفتانه. يوم الخميس ده كان بيبقى ليه احساس حلو. ومش بس والله علشان الاكل، هقولك على حاجات كتيره دلوقتي تخلي، يعني لو كنتي عامله مشي في اليوم ده هتخلي احساسك من جواكي حلو ان انتي مبسوطه وراضيه وكل حاجه، من غير ما نبقى طابخين فيه. لان ممكن واحده مثلا دلوقتي تقول لي ايه، هو بقى حد معاه فلوس يطبخ ولا حد بقى معاه فلوس يعمل؟ يعني الحاله زفت، محدش معاه فلوس للكلام ده. والله العظيم يا جماعه ما شرط ان احنا نطبخ، يعني مش شرط خالص ان احنا نعمل اكله حلوه يعني، او نروح نجيب فراخ او نجيب لحمه. انا عارفه ان كل حاجه دلوقتي غاليه قوي، وان عشان تطبخ يعني خلاص الواحد فعلا بقى محتاج 300 جنيه ولا حاجه، وده مش لاسره كبيره على فكره، دول اسره وسط. فانا عارفه ان الموضوع صعب، بس والله زي ما بقولك مش شرط خالص ان احنا يوصل لنا فرحه يوم الخميس ده او نوصل للاحساس، يعني الاحساس المبهج ده والاحساس الحلو ده، مش شرط خالص بالاكل. الاكل ده يمكن يكون جزء واحد من الحاجات الكتير اللي هتحلي اليوم، يعني مش هو الحاجه الاساسيه خالص. ده هو كان حاجه بتحلي اليوم اكتر زمان، لان الناس بقولك زمان ظروفها كانت صعبه، ما كانوش بيطبخوا الا يوم الخميس بس. لكن ما كانش يعني ما كانش دي الحاجه الاساسيه اللي بتحلي اليوم كله، كان بيبقى في حاجات تاني. فبصي، يعني خليكي عارفه ان مش عشان مثلا مش معايا فلوس دلوقتي ان انا اروح اجيب فراخ او اجيب لحمه فاليوم هيبقى كئيب، اقعد بقى احزن على نفسي واتضايق وازعل. على فكره في زي كتير، يعني في ناس كده كتير. سيبك من اللي بيقعدوا يتمنظروا عليكي او نقعد ننظر على بعض، ده انا عملت ده انا سويت. سيبك من كل الكلام ده، كل واحد عارف يعني حياته ماشيه ازاي، وكل واحد عارف حاله يعني بمعنى اصح. ما تزعليش على نفسك لو يعني مش قادره مثلا تعملي اكله حلوه، لان انا عارفه والله ان الحاله بقت صعبه قوي. فزمان والله يعني هو بس يعني كان الاحساس الحلو ده بيجي لان الناس يعني كانت ظروفها فعلا صعبه قوي، ما بتطبخش الا هو يوم واحد بس في الاسبوع اللي هو يوم الخميس ده.
طب انا دلوقتي مش معايا مثلا فلوس ان انا اروح اطبخ، انت بقى يا ست معاكي فلوس وطبختي وجبتي واليوم كان حلو. طب انا دلوقتي مش معايا مثلا فلوس اروح اجيب فراخ ولا لحمه واعمل اكل، خلاص اليوم كده يعني هيبقى وحش؟ لا. انت يا ست مثلا مش معاكي فلوس تروحي تجيبي فرخه، انا ما اعرفش دلوقتي الفرخه تقريبا ب 135 جنيه، والله انا لسه جايباها فرخه ب 135 جنيه، 2 كيلو 100 جرام، يعني اقسم بالله ما كانت باينه حتى في الطبق بعد ما عملناها، قد كده اتاكلت في طقه. فالله يعيننا والله كلنا. انت يا ستي دلوقتي مش معاكي مثلا تجيبي الفرخه، مش معاكي تمن الفرخه، روحي هاتيلك مثلا كيلو وراك، لو انتوا مثلا اسره 4 افراد زينا كده هاتيلك كيلو وراك. كيلو مثلا وراك ده بيجي وركين، اقسميه كده، يعني اللي هي الحته العارضه دي لوحدها والدبوس لوحدها، وانتي مثلا تاخدي الحته الكبيره وجوزك الحته التانية اللي هي العارضه برضو يعني، العيلين مثلا كل واحد دبوس، فكده هيبقى حلو برضو. مش معاكي يا ست تجيبي وراك، الوراك غاليه برضو والله عارفه، هاتي هياكل يعني. خلاص بقى ما بلاش نقعد يعني نتنك على بعض ونقول مثلا ان منحبش الاكل ده، زي ما احنا عارفين خلاص في الزمن ده في حاجات كتيرة قوي يعني ما كناش بنحبها لازم نحبها، وفي حاجات كتيرة قوي على فكرة بنحبها ما يعني خلاص من هنا ورايح ما ينفعش نحبها تاني، لازم ما نحبهاش. فمعلش لازم بقى نستحمل شوية ونحاول كده نسعد نفسنا على قد ما نقدر بأقل الأشياء، يعني ما قدامناش غير كده. فبلاش ان احنا نحاول نضغط نفسنا ونتضايق ونقعد طول الوقت نفكر في الأسعار، خلاص هو بقى أمر واقع. بلاش تدخلي نفسك في الحاجات اللي هي يعني خلاص انت مالكيش ايد فيها، هنقعد بقى نندب ونحزن، وانا والله يعني يمكن اكتر واحده بتعمل كده، بس والله خلاص يعني عرفت ان هو مالوش لازمه، هنقعد كل يوم الصبح نصحى نقول الاسعار والحاجات غاليه، وطلعت صرفت مش عارفه كام ورجعت بولا حاجه، يعني صارفه 100 جنيه وببص في الشنط مش لاقيه ان انا جبت حاجه. خلاص قلنا الكلام ده كتير وخلاص مفيش حل، هو يمكن ده بقى قدر من ربنا او ربنا بيختبرنا الله اعلم. المهم يعني خلاص خليكي عارفه ان ربنا قادر على كل شيء، وربنا لو عايز يغير الظروف اللي احنا فيها دي وان الحاجه ترخص وكل حاجه ترجع زي الاول اكيد هيعرف غصبا عن اي حد، اكيد هيقدر، لان في الاخر ربنا قادر على كل شيء، صح دي حاجه احنا متاكدين منها. فطالما الحاجه دي ما اتغيرتش او طالما لسه الظروف كده، وحتى لو فضلت كده ده معناه بما ان ربنا قادر على كل شيء ده معناه ان ده باراده ربنا وان ربنا عايز كده، فاحنا لازم بقى نرضى، مش احنا المفروض نرضى بقى بقضاء ربنا وكده، يبقى خلاص بما ان ربنا قادر على كل شيء وهو قادر يغير اللي احنا فيه وما غيروش يبقى هو ده ربنا عايزه، هو ما تعرفيش بقى حكمة ربنا في ايه، هل هو مثلا بيختبرنا في ان احنا مثلا هنصبر ونرضى، الله اعلم. المهم احنا ما علينا غير ان احنا نرضى ونحاول ان احنا نسعد نفسنا ونسعد بيتنا واهلنا بأقل الاشياء او بامكانياتنا بس. فمن هنا ورايح خلاص بقى يعني عايزاكي ترضي كده، وقفي وبطلي بقى كل يوم الصبح تصحي تقعدي تقولي الحاجات غاليه وترجعي من بره تقولي الاسعار غاليه وكلنا مش عارفين نعمل اكل ايه، كل يوم يعني بندفع فلوس قد كده، خلاص معلش هو ده بقى يعني اختيار ربنا لينا وده اللي ربنا يعني فرضه علينا، خلاص مفيش حاجه بايدنا، نرضى بقى ونصبر. كل اللي علينا نعمله ان احنا ندعي ونقول يعني يا رب غنينا بالحلال، وان ما غنتناش فيا رب يعني ساعدنا باقل الاشياء وباقل التفاصيل، يعني يا رب ما كانش معانا فلوس كتير فساعدنا بقى بالفلوس اللي معانا، يعني ساعدنا على قد امكانياتنا باقل التفاصيل او باقل الاشياء اللي عندنا، اجعل السعاده في قلبي او في قلبنا بفلوسنا اللي معانا دي، ان كانت حتى قليله لا تذكر، ودايما نقول الحمد لله يا رب على اي حاجه، يعني كفايه ان احنا كويسين، كفايه ان احنا مثلا جوازنا بيطلعوا بيشتغلوا، في ناس اصلا يعني ما عندهمش صحه ان هم حتى يشتغلوا، فالحمد لله يعني عندنا نعم تانية كتير، اي نعم برضو الله يعيننا وظروف وكل حاجة، بس برضو لو بصيتي والله هتلاقي ان الحمد لله احنا احسن من غيرنا مليون مرة، والله مليون مرة. فبصي بقى زي ما بقولك انتي مثلا مش لاقية مش معاكي مثلا فلوس النهارده ان انت تروحي تجيبي فرخه، بقول لك اهو هاتي وراك، مش معاكي يا ستي برضو الوراك غاليه، مش معاكي ان انت تجيبي مثلا كيلو وراك، وكل واحد ياخد يا جماعه حته فرخه كده صغيره وخلاص، يعني مش شرط ان الواحد يتحط قدامه يعني مناب كبير كده يقوم هيرجع من كتر الاكل اللي كله، لا على فكره هي حته كده وخلاص والحمد لله، يعني نعيش على قد ظروفنا ونقول الحمد لله. مش معاكي يا ستي تجيبي الفرخه هاتي وراك، مش معاكي تجيبي الوراك هاتي هياكل، الهياكل دي بتبقى يعني هما عند الناس بتوع الفراخ بياخدوا الصدر نص الفرخه اللي فوق ده، للناس يعني اللي مش عارفه الهياكل لان في ناس ما تعرفش الحاجات دي، بياخدوا بيبقى النص اللي فوق بتاع الفرخه ده بيخلوه بيشيلوا منه الصدر اللي هو يعني البانيه اللي احنا بنروح نشتريه بشويات دلوقتي مش هنشوفه تاني خلاص بياخدوا منه البانيه
او الصدر بيشيلوه كله ويسيبوا بقى اللي هما الجناحين والرقبه. الجناحين بالرقبه اللي هي فوق دي، ده كده اسمه يعني اللي هو الهيكل بتاع الفرخه، هي دي اللي اسمها الهياكل. دي تجيبيها وتسلقيها وتاخدي منها شوربه تسقي مثلا بيها المحشي، او تشوحيها كده ببصل وفلفل وشويه فلفل اسود وكمون وكده، بتبقى والله العظيم جميله. في كذا حاجه. مش معاكي مثلا تجيبي هياكل، هاتي مثلا اجنحه. الاجنحه برضو يعني بتبقى اغلى شويه، اللي هي الاجنحه الصافي دي، ده بيبقى هيكل بالرقبه، لكن الاجنحه بتبقى الجناح بس بتاع الفرخ. معلش معلش اللي ما يعرفوش الحاجات دي انا اسفه للي لسه بيتفاجئوا بالحاجات دي. بس على فكره يا جماعه في ناس كتيره قوي يعني عارفه الحاجات دي، او يعني اغلبنا عارف. انا اولكم يعني الحاجات دي انا بجيبها من زمان حتى والله وانا معايا فلوس. بما ان دلوقتي يعني خلاص انا مش معايا فلوس، فانا هجيب الحاجات دي ليل ونهار. ده والله العظيم ليه اللي قادر يجيبها. ده دلوقتي كيلو اقول لكم خلاص انا لسه قايله في اول الفيديو مش هنندب تاني ولا هنتكلم عن الاسعار. خلاص مش هتكلم على الاسعار. فزي ما بقولك انت خديها من الاول. مش معاكي تمن الفرخه، هتجيبي يا 6 كيلو وراك، كيلو واحد هيقضيكم ان شاء الله. مش معاكي تجيبي الوراك، هاتي مثلا اجنحه. مش معاكي تجيبي اجنحه، هاتي بتاع ده، هاتي هياكل. طب ممكن مثلا واحده تقول لي ايه، طب اشمعنى انت يعني ما جبتيش الحاجات دي؟ طب ما انت عامله دلوقتي في الفيديو اهو كبده ولحمه ومش عارفه ايه. طب انت ايش عرفك؟ مش يمكن انا مثلا عامله الاكل ده هيكفيني يومين؟ مش يمكن انا مثلا الاكله دي جاي لي مثلا ضيف او حاجه، فيعني لازم كنت اكتر شويه. تاني مش يمكن انا مثلا ما عملتش من زمان، ما عملتش من فتره مثلا، فعشان كده بقى المره دي عملت وكترت شويه. انت ما تعرفيش يعني، ما تبصيش زي ما بقولك لحد. خليكي دايما باصه لنفسك، لان انت ما تعرفيش الفيديو ده الحاجات اللي انا عملتها فيه دي ازاي. خلاص. وانا اكيد يعني انا مش ماشيه كده طول الوقت خالص. عايزه بس اقول لكم ان انا في الفيديو يعني انا بعمل ايه، يعني عادي محشي زي بقيت، زي يعني اي طريقه محشي. يعني انا بخترعش في المحشي ولا حاجه، هي طريقه المحشي العاديه. والكبده اللي انا عملتها في اول فيديو دي انا هسيبها لكم تحت الفيديو بتاعها بالتفصيل، تحت في صندوق الوصف. ماشي. وبصوا يا جماعه، اللي انا سيحته ده وبحطه على وش المحشي ده دهن، ماشي، اللي هو الدهن بتاع العجل. انا بجيبه يعني الصراحه بيساعد شويه يعني مع الزيت، لان دلوقتي الزيت بقى غالي قوي، الزبده والسمنه وكل الحاجات دي طبعا. فالدهن، شايفين الكبده شكلها عامل ازاي؟ روعه. جربوا طريقه الكبده دي يا جماعه، والله العظيم هتعجبكم قوي. لما ان شاء الله يعني يبقى معاكي فلوس كده وتقدري ان انت تجيبي لك مثلا نص كيلو كبده زي ده كده ولا حاجه، بتبقى مفيده قوي بصراحه للعيال، وبتبقى حلوه قوي. اغير يعني مثلا بدل ما هتجيبي مره لحمه، هاتي مثلا مره كبده، بتبقى حلوه قوي بصراحه، طعمها بيبقى جميل. هسيب لكم الفيديو بتاعها تحت في صندوق الوصف. المهم الدهن ده بقى انا بجيبه كده من عند الجزار وبسيحه وبحطه كده مثلا على وش المحشي. حطيت منه الكبده دي معلقه كده مثلا مع السبانخ، معلقه مع الباميه، بينفع قوي في حاجات كتير. وعلى فكره الكيلو منه ب50 جنيه. يعني لو هتقارنيه مثلا مع الزيت مثلا والسمنه والزبده والحاجات دي، انا عارفه ان هو اكيد اقل منهم يعني، وفي ناس بيقولوا كمان ان هو مش بيبقى صحي قوي. بس معلش يعني انتي هي معلقه مثلا كده على الاكله، وما تكتريش يعني منه، هيبقى صحي ومش هيبقى فيه اي حاجه. وعلى فكره بيدي طعم حلو قوي للاكل، بيديله دسامه كده حلوه قوي يعني لما بتحطيه على وش المحشي وبالذات المحشي الكرنب، يا سبحان الله بيحول وبيبقى احسن من اي شوربه تحطيها للمحشي والله العظيم. يعني مثلا جربي كده تعملي المحشي بشوربه فراخ او بشوربه بط، حتى البط بيبقى دسم ازاي، او باي شوربه، بشوربه لحمه، وجربي كده تعملي بالدهن، هتلاقي ان الدهن يعني هو اكتر حاجه بتخلي المحشي حلو والله العظيم. مع انك مش عاملاه بشوربه، انت مجرد بتزوديه ميه عادي وبتروحي حاطه على وشه كده ايه معلقتين مثلا ولا حاجه كده من الدهن، بتلاقي حولت المحشي معاك، والمحشي بقى دسم كده كانك عاملاه بشوربه. يعني عامله ازاي فعلا يعني. انا بالنسبه لي هو مهم قوي قوي يعني. جوزي اللي كان جايبه كيلو منه دلوقتي ب50 جنيه. دلوقتي بقى خلاص انا عملت الاكل، جوزي كان خلاص هيموت من الجوع. اسمعوا بقى، بصوا الكواليس اللي جايه دلوقتي دي، وهرجع اكمل معاكم. اهدى يا احمد. على قد والله اكتر من كده خلاص داخل في الدور. يا اجيب لك يا هبله. انا في الصينيه والصينيه متخسره. تربط الصينيه بتاعهم. هلا انت بنيت على كده، يلا يا هلا. خلاص يا احمد بقى. طب يلا والله ما هذا.
وبس هنا خلاص كلنا الحمد لله. ده برضو المفروض ان هو كان يعني يوم الخميس، كلنا الحمد لله، وانا كنت عامله فيه محشي والحمد لله يعني كنا عاملين اكله حلوه وخلاص الحمد لله كلنا. وهنا بقى كان اخويا جه وكان جاي لنا معاه شويه حاجات كده برضو هشوفها في اخر الفيديو. وكان عندي هنا بقى هم والله العظيم كانوا اخر حاجه عندي هم الثلاث موزات دول وتفاحتين وشويه الفراوله دول، رحت مقطعهم كده عملتهم كوكتيل. وانا بتكلم كده شوفوا طريقته عامله ازاي. يعني الكوكتيل ده روعه، ده برضو كان يعني ذكرى كده عندي من ايام زمان، كانت امي دايما بتعمله. بس امي كانت بتعمل بالفراوله بس، ما كانتش بتحط عليها ولا موز ولا تفاح ولا الحاجات دي، فراوله بس وتقطعها وتحط عليها سكر وفانيليا زي ما انا هعمل دلوقتي، وتسيبه في التلاجة من بالليل لحد الصبح، ونيجي بقى ناكله كده تلاقي الفراوله نزلت الميه بتاعتها كده، بيبقى روعه. كنا دايما بنعمله زمان، فانا لحد دلوقتي بحب اعمله لان هو فعلا يعني ذكريات كده فعلا والله العظيم، يعني كانت ايام جميله. يلا المهم بقى يا ستي، بصي انت هتنزلي الصبح سواء بقى هتطبخي او مش هتطبخي زي ما انا قلت لك كده، اللي معاكي اعمليه. يعني اياك حتى تعملي مسقعه، اي حاجه هتعمليها في اليوم ده، يعني اللي هو يعني خلاص انا مش معايا مثلا فلوس ولا اجيب فرخه ولا وراك ولا هياكل ولا اجنحه ولا لحمه ولا اي حاجه، خلاص يعني مش هطبخ، اقعد مثلا اندب بقى حظي واقول اشمعنى كل الناس دي هتطبخ وانا لا. لا خالص، ما تعمليش كده، قولي الحمد لله وارضي وقولي الحمد لله انا احسن من غيري في حاجات كتير. هو طبخ او هو عنده حاجه يعني مش عندي، اكيد انا عندي حاجه برضو مش عنده. دايما فكري بالطريقه دي، وفعلا والله العظيم دي حقيقه مش مجرد كلام. بس احنا مش هينفع نحسب كل حاجه، يعني مش هينفع اروح اجيب لك قصه حياه مثلا جارتك اللي انت شايفاها احسن منك دي ونجيب قصه حياتها من اولها لاخرها عشان في الاخر انت تقتنعي مثلا ان هي عندها حاجات مش عندك، او يعني ان انت عندك حاجه مثلا مش عندها هي، فتطلعي في الاخر مبسوطه او تبقي راضيه بحالك. من غير ما نعمل كل ده، انت خليكي عارفه ان انت احسن من غيرك، واللي عند غيرك مش عندك هتلاقي برضو انت عندك مش عند غيرك. خلاص دلوقتي بقى انا كنت بعمل السلطه دي. بصي بقى يا ست، على السريع كده، انت هتصحي من النوم الصبح تروحي تجيبي الحاجات اللي انت هتعمليها، لو مش هتطبخ هتعمل الاكل العادي، وهتروحي مشغله الاغنيه اللي انا كنت مشغلها لك في اول الفيديو دي، هتعمل لك حته جو في البيت روعه. العيله هيبقوا مبسوطين كده، وهتلاقي جوزك كده هو داخل وهو طالع مبسوط كده بيكي. الرجاله على فكره بتحب الست الفرفوشه اللي بيبقى عندها مثلا عادات ما بتغيرهاش، بتخلي اليوم مبهج كده وفيه فرحه. ما تخليكيش ست كئيبه كده ونكديه وكل ايامك شبه بعض، لا قومي كده وتنشطي واعملي جو حلو كده في البيت، خلي جوزك يحبك اكتر. بس دي بقى الحاجات اللي كان اخويا جايبها اهي. المهم روحي بقى هاتي الحاجات وشغلي الاغنيه دي زي ما انا بقول لك كده، واعملي الاكل يا ستي. وطبعا قبلها تكوني مروقه الشقه، لو انت مثلا بتشتغلي ولا حاجه فجهزي من قبلها بالليل، لو هتطبخي او هتعملي محشي ولا حاجه جهزي من قبلها بيوم كده ولا حاجه. وتعالي بقى بعد ما تطبخي وتخلصي وتاكلوا وتحلوا. بصي يا ستي، لو مثلا ما عندكيش فلوس ان انت، او مثلا مش معاكي فلوس ان انت تحلي او ان انت تجيبي حاجه مثلا غاليه قوي تحلوا بيها او كده، ممكن تجيبي ب10 جنيه لب، ب15 جنيه لب، وتقعدوا كده تقزقزوه كده طول الليل وانتوا سهرانين، هيعمل لك جو حلو. مش معاكي يا ست فلوس تجيبي لب، ممكن تجيبي نص كيلو لبن ب10 جنيه وكيسان فانيليا ولا حاجه، يعني هي الموضوع هيبقى 10 جنيه بالكتير. وتروحي عامله ايه، زودي نص كيلو لبن ده كوبايتين ميه، وتروحي عامله مثلا هيعملوا لك تقريبا 6 أو 7 اطباق رز بلبن، برضو هتبقى حاجه حلوه. كل واحد طبق كده وانتوا قاعدين، مع مثلا لو انت بقى كريمه شويه او مثلا معاكي فلوس شويه، هاتي اللب مع الرز بلبن، هيبقى برضو حلو قوي. مش معاكي يا ستي ممكن تجيبي على فكره نص كيلو شعريه وتروحي محمصاه كده على النار، او تحمري الشعريه وتروحي نازله عليها بشويه ميه وشويه فانيليا وشويه سكر، وتسيبيها لما تستوي. حطي السكر في الاخر بعد ما تستوي عشان يعني ما يعطلش سواها. وبعد ما تستوي راح حطها في اطباق كده وهي سخنه وكلوها كده بالمعلقه، او ممكن مثلا لو عايزه تاكليها بارده حطيها في صينيه تكون صينيه من صواني البسبوسه كده، او صواني يعني البيتزا دي، وتروحي حطها فيها وتروحي فرداها كده وتروحي حطها في التلاجة مثلا لتاني يوم او ساعتين 3 لحد ما تمسك كده مع نفسها شويه. وبعد كده تقطعيها خرط كده وتجيبي اطباق مثلا من اطباق النيش دي ولا حاجه، واي اطباق عندك يكون شكلها حلو، وتروحي حاطه مثلا لكل واحد كده 3 4 خرط، لو ليكي مثلا انت 3 لجوزك 3 ولكل عيل مثلا خرطتين ولا حاجه، بس هيبقوا برضو يعني عملوا يا جماعه جميل. مش شرط يعني الحاجه تكون غاليه قوي عشان نبقى فرحانين او مبسوطين. على فكره الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم دي والله انا ما جايباها اصلا، اخويا اللي جايبها لي وانا جاي، الفاكهه بس هي اللي بتاعتي لكن اي حاجه تانية او يعني البسبوسه والحاجات دي كلها اخويا والله اللي جايبها لي وانا جاي. يعني انا مش مثلا مليونير انا قوي كل يوم بنحلي ببسبوسه وكنافه والحاجات اللي قدامكم دي، لا خالص. بصوا هو الفيديو هيخلص دلوقتي وانا الصراحه لسه ما خلصتش كلامي، لسه في حاجات عايزه اقولها، فانا هعيد لكم المقطع بتاع الفاكهه اللي انتوا شفتوه ده تاني عشان لسه عايزه اقول حاجات تاني والفيديو هيخلص.
فاستحملوا بقى اللي انتوا هتشوفتوه ده هتشوفوه تاني. خلاص كده بقى انا عدت لكم المقطع وهنتكلم بقى براحتنا. بصي يا ست كده خلاص، انت صحيتي الصبح جبتي الحاجات وعملتي الاكل، وانت عماله بتطبخي كده وبتعملي في الاكل ورايحه وجايه كده في الشقه، تكون الاغنيه شغاله جنبك، الاغنيه اللي هي بتاعت يوم الخميس اللي حمليها بالله عليكي ما تنسي، حملي الاغنيه دي وشغليها عادي يعني ما فيهاش حاجه، هتعمل لك جو حلو في الشقه كده وهتفرق معاكي انت قوي كمان. بصي انا عايزاكي تتخيلي معايا، ما تسمعيش وخلاص، اللي انا بقوله انت تخيلي ان هو بيحصل، يعني في خيالك كده كأنك شايفاه يعني، وانا بحكي تخيل يعني هو بس كده عشان تحسي اكتر يعني بالفرحه والاحساس اللي انا عايزه اوصله لك ده، لان الواحد لما بيتخيل حاجه بيبقى نفسه ان هو فعلا يقوم ويعملها، هتلاقي نفسك اتحمستي اكتر ان انت يعني تعملي فعلا يوم الخميس ده. المهم كده خلاص الحمد لله كلنا وحلينا وظبطنا، وانتي اصلا كده كده مروقه الحمد لله يعني الشقه وما فيهاش حاجه. لو وسختي مواعين كتيره من بعد الاكل من بعد ما طبختي وكده ما تغسليهاش، سيبيها لتاني يوم الصبح ياكتوا على بجاز كده كده المواعين ما بتخلص، سيبيها لتاني يوم الصبح. نيجي لك انتي بقى، طبعا خلاص اكيد ريحتك استغفر الله العظيم يا ربي، طبختي وعملتي وبصل وتوم والدنيا اتقلبت، كلتوا وخلاص يعني وخدتي نفسك كده من اليوم ده. خشي بقى يا ست الحمام، خدي لك حته دون دش كده، استحمي حمايه متينه كده من بعد الاكل اللي انت عملتيه ده، واطلعي بقى في كده تخيلي، تخيلي معايا واطلعي بقى من الحمام، اقفي قدام المرايه، نقي لك بقى الاول بيجامه حلوه كده تلبسيها، يعني نقي اكتر حاجه كده في الدولاب تكون انت يعني بيبقى شكلك حلو فيها او بتعجب جوزك مثلا، بس تكون بيجامه، يعني بيجامه حاجه كده بتلبسيها في البيت عاديه، يعني ما تكونش يعني عريانه قوي ولا حاجه يعني عاديه، وتروحي لابساها واقفه قدام المرايه وحطي لك كده شويه مكياج. وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش لبس البنات اللي هم صغيرين يعني 22 سنه و3، يعني مش للسن ده بس، مش للشباب بس، لا عادي. يعني يا جماعه الكلام ده والله العظيم لو عندك 40 سنه قومي واعملي كده، اقسم بالله الحياه ما مستاهله، ان عشتي حزينه هتعيشي لنفسك، وان عشتي مبسوطه هيبقى برضو في الاخر لنفسك، ما حدش بينفع حد، فعيشي مبسوطه احسن، ما تركزيش في حد، وعيشي كده حياتك براحتك وانتي سعيده. يعني قدامنا ان احنا نعيش مبسوطين وقدامنا ان احنا نعيش حزانه، نعيش بقى مبسوطين، طالما بايدينا ان احنا نفرح نفسنا يبقى نعمل، ما نعملش لا. يبقى تعالي بقى، يعني الكلام ده كده للكبير والصغير، لا ست كبيره عندك 40 سنه وطبعا انت كده مش كبيره يعني ولا حاجه، قومي وظبطي نفسك وشطفي وحطي مكياج ودلعي نفسك. فتعالي شكلي كده، على فكره هعيد المقطع تاني برضه لسه في حاجات عايزه اقولها والفيديو هيخلص. تعالي بقى قدام المرايه وروحي بقى حطلك شويه مكياج كده، ظبطي نفسك وانت بقى مستحميه وريحتك حلوه. ما عندكيش مكياج ابعتي هاتي من جارتك، والله العظيم عادي يعني، حتى يا ست لو ما عندكيش مكياج اللي مش لازم يكون عندك يعني حاجات غاليه قوي يعني، لا انت ممكن بس تحطي شويه كحل وشويه روج، على فكره هتبقي موزه اقسم بالله. ما عندكيش كحل، ما عندكيش حتى قلم كحل، ابعتي ابنك ولا بنتك عند جارتك اللي جنبك دي، قولها ماما بتقولك هاتي قلم الكحل بتاعك عشان مش لاقي قلم الكحل بتاعها، عادي اكدبي مش مشكله، قولها مش لاقي قلم الكحل بتاعي دلوقتي وقع في اي حته فهاتي قلم الكحل بتاعك، حطي منه وروحي رجعوا لها تاني في نفس الوقت عادي. حطي لك مثلا شويه روج، حطي شويه الروجاجول اللي بيتحط في الخدود ده، هتلاقي نفسك قمر كده وريحتك حلوه وشكلك نظيف، تمشي في الشقه كده بقى رايحه جايه يبقى شكلك حلو وبس كده. لو احنا مثلا بالليل ولا حاجه، لو انت كده وصلتي مثلا بالليل، لو يعني ممكن تكوني بادئه اليوم متاخر شويه حسب انت ابتديتي اليوم امتى، او يعني الساعه كام، في ناس بتبتدي بدري قوي في ناس بتبتدي مثلا على الظهر. المهم لو انت كده مثلا بالليل ولا حاجه، وانا عاده ببقى كده يعني، هتروحي بقى يا ست عامله ايه؟ اولا كفايه قوي على ولادك كده، العيال دول يتخمدوا دلوقتي، كفايه كده حرق الدم العيال دي تخش تنام خلاص، هتنام العيال وتيجي بقى قاعده بقى انت وجوزك كده مع بعض قاعده حلوه وبس انا مش هينفع اكمل واقول حاجه تانية اكتر من كده انت عارفه اللي جاي كلنا عارفين، لان انا لو كملت خلاص يعني هياخدوني فيديوهات مخله بالاداب. المهم يعني هكملك يعني هلمح بس، ما تخليش يعني عيشي الفرحه، يعني عيشي يوم الخميس بكل تفاصيله. واحنا زمان واحنا صغيرين كنا بنحس فرحه يوم الخميس من غير ما احنا نعمل فيه حاجه، احنا عيال دلوقتي خلاص احنا اتجوزنا فالحياه اختلفت فضفنا حاجات، انت اكيد عارفه الحاجات فانا عايزاكي دلعي نفسك ودلعي جوزك ودلعي ولادك، عيشي الحياه كده يعني ببساطه وبحلاوتها. يا جماعه انا معلش
عدت الفيديو تاني، ما اعرفش بقى، معلش. بس انا على فكره مش هكمله طبعا لاخره، يعني الفيديو مش هيكمل للاخر، هو بس كلمتين وخلاص. خلاص كده بقى، انتي تخيلتي معايا اليوم عامل ازاي؟ احنا صحينا الصبح، روقنا، عملنا اكله حلوه مثلا، ايا كانت الاكله اللي انتي هتعمليها كده كده هتطلع حلوه. بعد ما عملنا الاكل عملنا حاجه حلوه حلينا بيها، بسطنا العيال، شطفنا كده ريحتنا بقت حلوه، حطينا شويه مكياج. تيجي بقى مثلا جنبه جوزك بالليل بعد ما العيال تنام، تقعدي تهزري مثلا معاه، تقولي له كلمتين حلوين كده، يعني هتلاقيه هو اصلا والله العظيم فرحان بيكي قوي، فرحان. دايما الرجاله والله بيبقوا مبسوطين لما بيشوفوا، يعني هتلاحظي كده ان لما جوزك، يعني لما انت بتكوني مبسوطه تلاحظي ان جوزك على فكره مبسوط، يعني ان انت فرحانه كده، لان فرحتك دي في الاخر بتعود على البيت، صح ولا لا؟ ما انت لما بتبقي فرحانه بتلاقي ان انت عامله جو حلو كده مبهج في البيت، فبتلاقي ان يعني مثلا مش عماله تصوتي مع العيال وتزعقي لهم، لا، بتبقى كل حاجه كده هاديه وحلوه، فبالتالي ده بيعود عليهم طبعا. فخليكي كده مبسوطه، وحلي لهم اليوم، والله مش خساره فيهم اهلك برضو يعني جوزك واولادك، وعشانك انت قبليهم. وبس اقعدي بقى مثلا اتكلمي معاه كلمتين كده، هزروا، اقعدوا مع بعض قعده حلوه، احكوا عن اي حاجه، كلوا اللب اللي انتوا جبتوه ده اقعدوا مثلا كده، هاتوا له طبق رز بلبن زياده اتوصى بيه شويه كده يعني. وبس كده يكون خلص اليوم يعني. يا رب تكونوا يعني وصل لكم الاحساس اللي انا عايزه اوصله لكم. والله يا جماعه اتبسطوا، اقسم بالله ما حد واخد منها حاجه يعني. سيبك من الزعل والمشاكل، حتى لو انت دلوقتي متخانقه مع جوزك، يعني وانت بتسمع الفيديو ده مثلا متخانقه مع جوزك او زعلانه انت وهو في حاجه، قومي دلوقتي، قومي وانت يا ستي ابتدي، ليكي عند ربنا والله الثواب. قومي انت كده وتشجعي، واعملي الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الفيديو ده، ان شاء الله والله العظيم لا تلاقيه هو اصلا، يعني من غير ما تقولي حاجه ومن غير ما هتتكلموا في المشكله اللي حصلت، هتلاقيه هو اتصالح لوحده، وانتي اتصلحتي وبقيتي هاديه كده ورايقين وكويسين. الحياه والله ما مستاهله، خليها يوم كده تيجي منك انتي. قومي واعملي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي دلوقتي، حتى لو انتي زعلانه منه، حتى لو المشكله كبيره، ابتدي. يمكن يكون الفيديو ده جايلك يا ست رساله مني مثلا، رساله من ربنا مثلا، ان انتي تقومي ويعني وحالك يتصلح كده، وان الحياه معاكي تبقى احسن، وان تقومي تصلحي انتي وجوزك. وبس. حتى طبعا بقى سواء انتم متخانقين او مش متخانقين، قومي اعملي الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وان شاء الله هتحسي بخير. وربنا يسعدنا يا رب، ويجعل ايامنا كلها خميس، انا وانتوا يا رب قولوا امين المهم عايزه بقى اقول لك على حاجه، ما تجيش بقى بص على ايدك بعد ما تسمعي الفيديو ده، او بعد مثلا ما تطبقيه وتعيشي يوم الخميس يعني بكل اللي انا قلته ده، ما يجيش بقى مثلا يعجبك اليوم وتلاقي ان اليوم كان حلو واتبسطتوا فيه فتعمليه بقى كل يوم، او يبقى ده العادي بالنسبه لك. لا، طب ما احنا كده ما عملناش جديد. احنا لا بنعمل كده يوم الخميس عشان يبقى اليوم مختلف، لان الايام كلها شبه بعض بقى في ملل كده، فما نجيش بقى مثلا يعجبنا اليوم فنيجي عاملين كده كل يوم، حد واثنين وثلاثه واربعه، لا. طب ما احنا كده ما عملناش حاجه جديده، برضو بقى هو نفس الملل. فزي ما بقولك انا عايزاه يبقى عاده عندك يوم الخميس بس، يعني مش بيتكرر. يعني اكيد مش هقولك مثلا ما تستحميش يوم الاربعاء، لا، اكيد عادي هنعمل الحاجات الاساسيه، هنعمل اكل كل يوم. لكن مثلا الاغنيه مثلا انا بقولك شغليها دي، ما تشغليها شغلي يوم الخميس بس طبعا. ما تجيبيش لب الا يوم الخميس، رز بلبن، التفاصيل دي هي بقى ضيفي انت على فكره، فكري وهاتي انت افكار من دماغك واعملي، مش بس اللي انا قلته، اكيد عندك حاجات احسن. فما تعمليش الحاجات دي كل يوم، خليه يوم هو عشان حتى لما تعمليه يعني يبقى ليه هيبه كده مميز عن بقيه الايام، ما تكررهوش كل يوم. وبس كده. ربنا يسعدنا كلنا يا رب، وزي ما بقولك يعني يا رب يجعل ايامنا كلها خميس وكلها فرحه واحساس حلو يا رب. وزي ما بقول لكم في اول الفيديو يا جماعه، والله ما شرط ان يبقى معانا فلوس عشان نبقى مبسوطين. وبقول لك يعني الدعوه اللي انا دعيتها لك في اول الفيديو دي، ادعي دايما وقولي يعني يا رب اغنينا بالحلال، وان ما غنيتناش فاسعدنا باقل التفاصيل وباقل الاشياء يا رب. بس كده يكون خلص الفيديو يا رب، يعني يكون وصل لكم الاحساس اللي انا عايزه اوصله لكم، ويكون يعني الفيديو عجبكم وتحمستوا، او نفسكم ان انتوا تقوموا تجربوه، او يوم الخميس يجي. يا سلام بقى لو بتسمعوا الفيديو ده يوم الخميس، على فكره انا هنزله لكم يوم الخميس الساعه 6 الصبح ان شاء الله، بدري قوي، عشان لو مثلا واحده شافته بدري ولا حاجه تلحق تقوم تجهز يعني وتتشجع وكده. خلي دايما عندك عاده كده، او خلي دايما عندك حاجه محدش بيعملها الا انتي، او حتى لو ناس كتيره بيعملوها خليها عندك انتي مختلفه. وبس كده، يا رب تكوني اسعد واحده في الدنيا، وتعيشي كل ايامك يعني فرحه وسعاده كده، مش بس يوم الخميس ولينا كلنا يعني يا رب. بس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، وما تستخسروش فيا اللايك بقى بعد كل الرغي اللي انا قلته ده. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبالله عليكي يعني لو عملتي كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي، ابقى اكتبي لي تحت في التعليقات احساسك كان عامل ازاي، يعني كنتي مبسوطه فعلا ولا لا، اليوم كان مختلف ولا لا، ابقى اكتبي لي تحت في التعليقات. ولو ده العادي بتاعكم وانتوا اصلا
اصلا بتعملوا كده برضو يوم الخميس قوليلي. بس كده، سلام.